فيلمنا النهارده بيبدأ بمجموعة من العمال وهم شغالين في محجر غريب جدا، واللي بيتفاجئوا كلهم بتاي لونج اللي بيجي وبيقول لهم انه رجع علشان ياخد اللي يستحقه. وبيبدأ تاي لونج يدمر في المكان وبيحرق المكان بالكامل، وبيطلب من العمال انهم يعرفوا كل اهل الوادي انه رجع. وبنروح بعدها لبو وبنشوفه وهو بيقاتل سمكة عملاقة جدا، واللي بتهاجم بو بتدمر المرسى اللي هو واقف عليه. وبالرغم من كده بيقدر بو انه يطير فوق في السماء وبينقض عليها وبيهاجمها، وبعد معركة طويلة بيقدر بو إنه يهاجمها ويقضي عليها. وبيفرحوا كل أهل القرية وبيحيوا بو على شجاعته. وبعد شوية بيرجع بو لوادي السلام اللي هو عايش فيه، وهناك بيستقبلوا أهل الوادي وهم فرحانين جدا. وبيبدأ بو يوري لهم عصاية الحكمة بتاعت المعلم أوجوي، بيعرفهم إن العصاية دي عندها القدرة على فتح بوابة لعالم الأرواح. وبيظهر كل أهل القرية وهم فرحانين ببو جدا، وبيسألوا بو عن المحاربين الخمسة، فبيقول لهم إن هم مشغولين جدا في مهمة خارج وادي السلام. وفي الوقت ده بيجي المعلم شيفو وبيكون متعصب جدا من اللي بيعمله بو، وبيطلب منه إن يجي وراه. وفعلا بو بيروح ورا المعلم شيفو لحد ما بيوصلوا لسلم القصر، وهناك المعلم شيفو بيقول له إنه خلاص جه الوقت علشان يختار خليفة ليه. ووقتها بيبان على بو إنه مش فاهم أي حاجة. بيطلب من المعلم شيفو إنه يشرح له أكتر، فبيقول له المعلم شيفو إنه لازم يختار تنين مقاتل جديد، وبمجرد ما هيختاره هيكون هو الزعيم الروحي لوادي السلام. وبيكمل المعلم شيفو كلامه وبيقول لبو إن محدش وصل للمنصب ده غير المعلم أوجوي. لكن وقتها بيظهر على بو إنه مش عاوز ده، وإنه حابب إنه يفضل هو التنين المقاتل علشان يحارب الأشرار ويهزمهم. وبيقول له شيفو إنه معنى إن المعلم أوجوي اداله عصاية الحكمة بتاعته يبقى هو اختاره علشان يكون الخليفة بتاعه. فبيقول بو للمعلم شيفو إنه ما يعرفش أي حاجة تانية غير القتال. فبيفكروا شيفو إن مهمته هي نشر السلام في الوادي، وإن القتال مش هو أفضل طريقة لنشر السلام. بيعرفوا إن هم هيقابلوا المرشحين لمنصب التنين المقاتل بكرة الصبح، وبيسيبه وبيمشي. وفي تاني يوم بتبدأ الحفلة اللي هيتم فيها اختيار التنين المقاتل الجديد. بنشوف وقتها المرشحين وهم بيستعرضوا مهاراتهم، ولما بيجي وقت اختيار بو للتنين المقاتل الجديد بيتوتر جدا وما بيكونش عارف يعمل ايه ساعتها. بيشاور بو على نفسه وبيقول ان هو هيبقى التنين المقاتل الجديد. فبيفرحوا كل الموجودين وبيحيوه ما عدا المعلم شيفو اللي بيكون متضايق جدا من اللي بو عمله. وبعدها بيروح هو وبو لشجرة الخوخ اللي كان المعلم اجوي بيحب يقعد عندها، وبيقول شيفو لبو انه لازم يختار خليفه ليه. فبيعتذر له بو بيقول له انه مش مستعد يكون الزعيم الروحي. فبيقول له المعلم شيفو ان نواه الخوخ اللي في ايده هيجي عليها يوم وتكون شجره كبيره، وده لو اتحطت في المكان المناسب. وبيسيبوا المعلم شيفو وبيمشي. بيقعد بو جنب الشجره وبيحاول يفكر في كلام المعلم شيفو، ولكنه للاسف ما بيقدرش يركز وبتفضل افكاره تشتته. في الوقت ده بيتفاجئوا لما بيشوفوا شخص غريب جدا وهو بيتسلل القصر. فبيدخل بو جوه القصر وبيفضل يدور عليه، ولكن وقتها بيظهر ان الشخص ده موهوب جدا في التخفي، وكمان بيفضل يسرق في كل حاجه قدامه من غير ما ابوه يحس بيه. لكن فجاه ابوه بياخد باله منه وبيشوفه وهو بيسرق الاسلحه الاسطوريه اللي موجوده في القصر. وساعتها بيرمي الشخص ده خنجر على ابوه، ولكن لحسن الحظ بو بيقدر يعكس اتجاهه وبيثبته في الارض. وبيبدا بو يهاجم الشخص ده وبتدور بينهم معركه كبيره جدا لحد ما بيكتشف القناع، وبنكتشف انها ثعلبه صغيره واللي بتفضل ترمي الاسلحه الاسطوريه على بو. لكن بو بيقدر انه يمسكها قبل ما تقع على الارض وتتكسر. وساعتها بيتعصب بو جدا وبيبدا يهاجم الثعلبه بكل مهاره، ولكن الثعلبه دي بتقدر انها تخدعه وبتضربه وبتاخد منه عصايه الحكمه. فبيتضايق بو جدا وبيستخدم السلسله اللي معاه وبيبدا يهاجمها لحد ما بيقدر انه يثبتها في مكانها قبل ما تهرب. بيروح لها بو وبياخد منها عصايه الحكمه وبيحبسها في القفص ده، وبيقول لها انه حكم عليها بالسجن لمده سنتين. وبالرغم من ده بتفضل الثعلبه دي تتريق عليه. وفجاه بيوصلوا عمال المحجر وبيعرفوا بو ان تاي لونج رجع من تاني، وبيقولوا له انه دمر المحجر وسرق كل الحديد بتاعهم. فبيتصدم بو جدا لما بيسمع الكلام ده، وبيقول لهم ان المفروض تاي لونج محبوس في عالم الارواح. وقبل ما الثعلبه دي تمشي بتقول لبو ان كل خطوه بتسيب اثر اصغر من الخطوه اللي قبلها. فبيستغرب بو من كلامها ولكنه ما بيهتمش. وبعد شويه بيروح بو للمحجر اللي بيكون متدمر بالكامل، وهناك بيستغرب جدا لما بيشوف اثار اقدام تاي
تاي لونج على الأرض واللي بتكون كل خطوة أصغر من الخطوة اللي قبلها. فبيفتكر بو كلام الثعلبة وبيقرر إنه يروح لها السجن، وفعلا بيروح بو للسجن وبيعرف إن الثعلبة دي اسمها جين، وبيبدأ بو يتكلم مع جين وبيسألها إذا كانت تعرف حاجة عن تاي لونج. بتقول له جين إن تاي لونج مرجعش من عالم الأرواح، وأكيد الساحرة اللي اسمها كاميليان هي اللي اتنطرت على شكله علشان تخوفه. وتبدأ جين تفهم بو إن الساحرة كاميليان دي هي حرباية شريرة جدا، وإنها بتقدر تغير شكلها لشكل أي كائن هي عاوزاه. فبيستغرب بو أكتر وبيسأل نفسه عن السبب اللي يخلي كاميليان تيجي لوادي السلام على شكل تاي لونج. فبتقول له جين إن كاميليان ساحرة شريرة جدا، وبتنصحه إنه لازم يدور عليها ويهزمها، وتعرض عليه إنها ممكن تساعده وتوصله لمكانها، وده مقابل إنه يحررها من السجن. وبيظهر في الأول إن بو رافض الفكرة، لكن جين بتحاول تقنعه أكتر وبتقوله إن كاميليان بتقدر تتنكر على شكل أي كائن، وإنه مستحيل يعرفها لوحده. وساعتها بيقرر بو إنه يحررها علشان تساعده، لكن فجأة بيجي المعلم شيفو وبيسأل بو عن سبب وجوده هنا. فبيبدأ بو يحكي للمعلم شيفو حكاية الساحرة كاميليان، وبيقول له إنه واثق إنها بتخطط لحاجة شريرة جدا، وإن هو لازم يكشف خطتها قبل ما تضرهم بأي حاجة. فبيتضايق المعلم شيفو جدا وبيفكر بو إن المهام الخارجية دي من اختصاص المحاربين الخمسة، وبيعرفه إنه لازم يفضل هنا ويدور على خليفة ليه. ولكن بو ما بيسمعش كلامه وبيكون مصر جدا إنه يروح يقاتل الساحرة كاميليان. وبنشوف جين بعدها وهي فرحانة لأن بو قرر يحررها من السجن، وده علشان ياخدها معاه في مهمته في البحث عن كاميليان. وقتها بيظهر على المعلم شيفو إنه متعصب جدا من اللي بيحصل. بالرغم من كده بينطلق بو هو وجين في رحلة البحث عن كاميليان، وفي الطريق بتاخد جين عصاية الحكمة من بو وبتسأله إذا كانت العصاية دي فعلا عندها القدرة على فتح بوابة لعالم الأرواح. فبياخد بو منها العصاية وبيأكد لها الكلام ده. وفي مكان تاني بعيد بنشوف مجموعة من المجرمين وهم متعصبين جدا، وده لأن كاميليان فرضت الضرايب على المدينة بتاعتهم اللي اسمها جيوني بار، وبيكونوا كلهم مستغربين من إنها استدعتهم للقصر بتاعها ولسه ما حضرتش الإجماع لحد دلوقتي. وبنعرف وقتها إن كل واحد من المجرمين دول زعيم عصابة كبيرة في مدينة جيوني بار. وفي الوقت ده بيقترح الدب على باقي الزعماء إنهم يقتلوا كاميليانا، ده لأنها بتاخد ضرايب كتير منهم، وكمان لأن أتباعها بقوا مسيطرين على كل جزء في المدينة. ولكن ساعتها بيرد عليه تمساح وبيقول له إن هما مش هيقدروا يعملوا كده، وده لأن كاميليان ممكن تكون موجودة معاهم هنا، وإنها كمان ممكن تكون واحدة منهم. فعلا بيقف التمساح وبيغير شكله وبيتحول لكاميليا، فبيترعبوا كل الزعماء وبيخافوا منها وبيعتذروا لها. ولكن كاميليان بترفض اعتذارهم وبتقول لهم إنها هتزود الضرايب عليهم بسبب كلامهم ده. بيتضايق الدب جدا وبيرفض إنه يدفع الضرايب أكتر، فتتعصب كاميليان وبتغير شكلها وبتتحول لفيل عملاق. تبدأ تقرب من الدب وبتهدده، بتعرفه إنها مش هتقتله المرة دي، ولكنها بتخبطه وبتوقعه من على السلم. وبالليل بنشوف بينج وهو بيتسلل وبيخرج من المطعم، واللي بيتخض جدا لما بيقابل ليه قدام المطعم. وساعتها كل واحد فيهم بيعترف لتاني إنه قلقان على أبوه، وبيقرروا هما الاتنين إنهم يروحوا وراه علشان يكونوا معاه ويساعدوه. ومن ناحية تانية بنشوف بو اللي بينبهر جدا لما بيشوف مدينة جيوني بار من بعيد. وفي الوقت ده بتعرفه جين إن كاميليان مسيطرة على المدينة بأكملها، بتقول له إنهم لازم يسرقوا مركب من اللي موجودة على المرسى علشان يقدروا يوصلوا لهناك. لكن بو بيرفض فكرة السرقة وبيقرر إنه يدخل لمطعم الأرانب ويدور على صاحب المركب علشان يوصلهم. فعلا بيدخلوا هما الاتنين للمطعم، وهناك بيتفاجئوا بعدد كبير جدا من المجرمين والأشرار. وساعتها بتروح جين لمجموعة من المجرمين دول وبتقول لهم إنها مبتدئة في لعبة الدومينو وإنها عاوزة تلعب معاهم. أما بو فبيروح لصاحب المركب وبيطلب منه إنه يوصلهم للمدينة، فبيوافق صاحب المركب ولكن بشرط إنه ياخد ضعف الفلوس. ومن ناحية تانية بنشوف جين اللي بتكون كسبت فلوس كتير من اللعب وبتشتري أكل كتير، تطلب من بو إنه ينضم ليها وياكل معاها، وبالغلط بيخبطها بو بيوقع منها كل قطع الدومينو اللي غشت بيها في اللعب، واللي بمجرد ما المجرمين بيشوفوها بيفهموا إنها خدعتهم. وبيبدأ المجرمين يحاصروا بو وجين، فبيحاول بو إنه يعتذر لهم عن اللي حصل، لكن المجرمين بيتعصبوا جدا وبينقضوا عليهم ويهاجموهم. وساعتها بتبدأ جين إنها تدافع عن نفسها وتتفادى كل هجماتهم، وبو بيدافع عن نفسه وبيهزم واحد ورا تاني. وفي الوقت ده بنلاحظ إن المطعم موجود على حافة الجبل وبيكون على وشك إنه يقع من عليه. وبنرجع تاني لجين اللي بتكون موهوبة جدا في القتال وبتستخدم مهاراتها وأساليبها المميزة، وبتبدأ تسرق من المجرمين كل الفلوس اللي معاهم. لكن بو بيمنعها وبيرجع لهم كل فلوسهم من تاني، وبيستخدم عصاية الحكمة وبيكون منها تنين أسطوري وبيهاجم بيه كل المجرمين. وفجأة بيظهر واحد من المجرمين وبيهجم على بو وجين وبيوقعهم بره المطعم. ولحسن الحظ بيتعلق بو هو وجين في خشبة، ولكن للأسف بتكسر الخشبة وبيقعوا هما الاتنين في المركب. وساعتها بيبدأ صاحب المركب رحلته لمدينة جيوني
جيوني بار، وبتظهر جين وهي فرحانة جدا لأنها راجعة لمدينتها. تبدأ تحكي لبو عن حياتها وبتعرفه إنها كانت يتيمة، تحكيله إنها وهي صغيرة كانت بتسرق الأكل علشان تقدر تعيش، لحد ما في يوم واحد من سكان المدينة اتبناها ورباها. يتعاطف بو معاها وبيديها بسوتة وبيعرفه إن هو كمان كان يتيم لحد ما والده لقاه. وبيبدأ بو يحكي لها عن حياته وبيقول لها إنه مش عاوز يكون الزعيم الروحي وإنه حابب إنه يفضل التنين المقاتل. فبتتفق جين مع كلامه وبتقول له إنه لازم يكون حابب الحاجة اللي بيعملها أيا كانت هي إيه. ومن الناحية التانية بنشوف إيميليانا اللي بتتفرج على العمال وهم بيصنعوا حاجة غريبة من المعدن. وفي الوقت ده بيجي زعماء العصابات ومعاهم ذهب كتير جدا، ولكن كاميليانا بتطلب منهم إنهم يروحوا يجيبوا ذهب أكتر. وبتتحول كاميليانا لشكل مرعب جدا وبتقول لهم إنها هتدمر وادي السلام وكمان هتسيطر على العالم كله. وبنروح بعدها لبو وجين بعد ما بيوصلوا بالمركب لمدينة جيوني بار، واللي بيبان إنها مدينة كبيرة جدا. وبيبان على بو إنه منبهر من جمال المدينة وكمان بيكون مستغرب من كم الناس اللي عايشين فيها، ما بيكونش عارف يمشي من كتر الزحمة. وده على عكس جين اللي بتكون سعيدة جدا لأنها رجعت من تاني للمدينة اللي هي بتحبها، واللي بتفهم بو إن المدينة دي زمان كانت أجمل من كده، وده قبل ما كاميليانا تفرض ضرايب كتير على كل السكان. وفي الوقت ده بيتفاجئوا لما بيشوفوا سكان المدينة وهم خايفين من أتباع كاميليانا وبيدوهم كل الفلوس اللي معاهم، فبيتعصبوا جدا من اللي هو شايفه. وبيقول لجين إن هم لازم يهزموا كاميليان وده علشان يخلصوا سكان المدينة من شرها. بيفهم بو إن كاميليان أكيد موجودة في القصر اللي على قمة الجبل، وأثناء الطريق بيتصدم بو لما بيعرف إن جين مطلوبة للعدالة وكمان بيشوف صورها اللي بتكون متعلقة في كل مكان. وساعتها بتهديه جين وبتقول له إن الشرطة ما بتدورش عليها دلوقتي، ولكن فجأة بيجي اتنين من الشرطة وبيقبضوا عليها. فبيدافع بو عن جين وبيطلب منهم يسيبوها لأنه محتاج مساعدتها. وبيبدأ بو يعرفهم بنفسه وبيقول لهم إن هو التنين المقاتل، لكن المفاجأة إن الشرطة ما بتكونش عارفة مين هو التنين المقاتل ده، وبيقبضوا على بو هو كمان. بيحبسوه هو وجين في القفص، وبعد شوية بتقدر جين إنها تفتح القفص وتهرب منه هي وبو، وبينطوا من على جسر وبيجروا بسرعة جدا. ولكن للأسف بيوصل لهم دعم الشرطة وبيجروا وراهم وبيطاردوهم وهم بيدمروا أي حاجة في طريقهم. فبيجري بو هو وجين بسرعة علشان يهربوا منهم. ينزلوا في أنبوب المجاري اللي بيرموهم على العربية اللي تاخدهم وتجري بسرعة، وبعدها بيقعوا هما الاتنين على واحد من البيوت. وبالرغم من كده بتقدر الشرطة إنها توصل لهم. بيجري بو هو وجين من تاني وبيفضلوا يتنقلوا من مكان لتاني على أمل إنهم يهربوا من الشرطة بعد المطاردة بتاعتهم الطويلة. وبيدخلوا لشارع جانبي وهناك بيكتشفوا إن الشرطة جاية عليهم من كل الاتجاهات. وساعتها بتبدأ جين تدق على طبول لحد ما واحدة منهم بتفتح، فبيدخلوها هما الاتنين جواها. وبمجرد ما الشرطة توصل ما بتلاقيش حد في المكان. ومن الناحية التانية بيفضل بو هو وجين ماشيين جوه النفق لحد ما بيوصلوا لمدينة تحت الأرض. وهناك بتبدأ جين تفهم بو إن معظم المجرمين عايشين هناك وإن المكان ده يعتبر بيتهم. وفي الوقت ده بيجي شخص اسمه هان وبيخلي أتباعه يحاصروها هي وبو وبيستخدموا أسلحتهم. وبيظهر إن هان متضايق جدا من جين وده لأنها خدعته وتخلت عنهم، وعلشان كده بيطلب هان من أتباعه إنهم يهاجموها. ولكن وقتها ما بتكونش جين خايفة منهم وبتقول لهم إن التنين المقاتل موجود معاها وإنه هيقدر يحميها منهم. وفعلا بيبدأ بو يساعد للقتال، ولكن فجأة بيفتكر كلام المعلم شيفو واللي كان بيقول له إن القتال مش أفضل طريقة لنشر السلام. فبيتراجع بو وبيهدي كل الموجودين وبيقول لهم إن العنف مش هو الحل، إن من الأفضل إنهم ينسوا اللي حصل. فبيفهموا المجرمين إنهم بدل ما يضربوا جين حاجة بسيطة دلوقتي ممكن يستنوا كام يوم ويضربوها كتير. بيستغرب بو من اللي هم فهموه وبيحاول يوضح لهم أكتر، لكنهم مش بيهتموا بكلامه وبيسيبوه بيمشي. وبعد شوية بيروح لهان وبيعرفه بنفسه وبيقول له إنه أكيد سمع عن التنين المقاتل، لكن هان ما بيكونش عارف هو بيتكلم عن إيه. وبيقول له إنه ما يعرفش في وادي السلام غير المعلم شيفو. وقتها بتفضل جين تترجى هان إنه يسمح لهم إنه يستخبوا هنا علشان الشرطة بتدور عليهم كل مكان. فبيوافق هان بشرط إنهم يفضلوا هنا ليوم واحد بس. وفي تاني يوم بنشوف بينج ولي بعد ما وصلوا لمطعم الأرانب، وهناك بيستغربوا جدا لما بيلاحظوا إن كل اللي في المطعم مضروبين. وبالرغم من كده بيدخل بينج للمطعم وبيسأل الموجودين إذا كان حد منهم شاف بو وبيعرفهم إن بو ده يبقى ابنه. فبيتعصبوا جدا كل الموجودين وبيمسكوا بينج بسرعة وبيقولوا له إنهم مش هيسيبوه إلا لما يدفع ثمن كل اللي ابنه دمره. ولما ليه بيشوف اللي حصل بيدخل المطعم وبيفضل يهددهم إن هو المعلم اللي درب بو على كل الفنون القتالية، وكمان بيفضل يستعرض مهاراته قدامهم وده بيخلي المطعم يتحرك من مكانه. فبيتحركوا كل المجرمين وبيروحوا للجنب تاني علشان المطعم ما يقعش من على الجبل. وبيستغل ليه الفرصة وبيمشي وراهم. فبيعرفوه المجرمين إن هو راح لمدينة جيوني بار. وبمجرد ما بينج وليه والأرانب بيخرجوا من المطعم بيقع وبيظهر المجرمين
المجرمين وهم متعصبين جدا من اللي حصل. وبنرجع تاني لبو وهو بيشرح لجين ازاي هو قادر يستخدم قوة عصاية الحكمة، وساعتها بتكلم جين مع بو وبتقول ان هو شخص مميز وصالح وان هي ما قابلتش حد طيب زيه قبل كده. في الوقت ده بيجي هان وبيقول لهم ان الشوارع آمنة وانهم يقدروا يمشي دلوقتي، وفعلا بيمشي بو وجين وبيقربوا من القصر من غير ما الحراس يحس بيهم. وهناك بيروح بو وبيشكر جين انها وصلته لحد هنا، بيديها نواة الخوخ وبيفهمها انها من شجرة الحكمة وان النواة دي في يوم من الايام تكون شجرة كبيرة جدا. فبتتأثر جين من كلامه وبتاخد النواة منه، وبعدها بيدخلوا هما الاتنين للنفق اللي بيوصلهم للقصر. بنروح بعدها لبنج ولي اللي بيكونوا وصلوا لمدينة جيوني بار، وهناك بيكونوا منبهرين جدا بشكل المدينة وبيبدأوا انهم يوروا صورة بو لسكان المدينة وبيسألوا عليه، ولكن للأسف ما بيكونش حد منهم شافه قبل كده. بالصدفة بيشوف ليه فرو بو وهو واقع على الأرض، فبيفضل يتتبع آثار الفرو. ومن الناحية التانية بنشوف بو وجين اللي بيفضلوا ماشيين لحد ما بيلاقوا نفسهم وسط عدد كبير جدا من الحراس، ولكن لحسن الحظ بيكون الحراس كلهم نايمين، فبيتسللوا هما الاتنين وبيدخلوا من غير ما حد يحس بيهم. ولكن للأسف بو بيخرج صوت بيصحوا كل الحراس واللي بيبدأوا يجروا وراهم، فبيقفل بو الباب وراه على آخر لحظة، ولكن فجأة بتشتغل الأفخاخ وبتقرب منهم، فبيتحد بو وجين وبيتحركوا بمهارة جديدة وفعلا بيقدروا انهم يعدوا من الأفخاخ دي كلها واحد ورا تاني. ولكن بعدها بيقع بو في أوضة كبيرة جدا وبينزل عليه قفص وبيحبسه. ساعتها بيحاول بو انه يدمر القفص، ولكن للأسف ما بيقدرش. من جين بتحاول انها تحرره لكنها ما بتقدرش هي كمان، وساعتها بو بيدي عصاية الحكمة لجين وبيطلب منها تستخدمها علشان ترفع القفص من عليه، ولكنها بتاخد عصاية الحكمة وبتبعد عنه. فبيتصدم بو من اللي حصل وما بيكونش فاهم هي عملت كده ليه. فجأة بتنزل كاميليانا وبتاخد عصاية الحكمة من جين، وساعتها بنكتشف ان جين واحدة من اتباعها، وبتبدأ كاميليانا تكلم بو وبتقول له انها هي اللي علمت جين كل حاجة. فبيتصدم بو جدا وبيفهم ان كاميليانا هي اللي اتبنت جين لما كانت صغيرة. نرجع بعدها للماضي وبنشوف كاميليان وهي ماشية بالموكب بتاعها، وبيظهر سكان المدينة وهم بينحنوا ليها ما عدا جين اللي بتستغل الفرصة علشان تسرق بلورة من العرش بتاعها. لكن كاميليان مسكتها واعجبت جدا بشجاعتها وادتها البلورة دي، كمان قررت انها تتبناها. وبنرجع تاني للوقت الحاضر وبنشوف بو وهو متضايق جدا لان جين استدرجته لحد هنا علشان تسرق منه عصاية الحكمة، وبيسأل بو كاميليان عن السبب اللي مخليها محتاجة عصاية الحكمة بتاعته. تحكي له كاميليان انها لما كانت صغيرة كل اللي حواليها كانوا بيتريقوا عليها، وانها وقتها ادركت انها محتاجة تكون قوية علشان الكل يحترمها. ولما حاولت انها تتعلم الكونغ فو المعلمين رفضوا يدربوها وقالوا لها ان حجمها صغير جدا وانها مستحيل تكون موهوبة. وبتبدأ كاميليان تغير شكلها على اشكال مختلفة وبتقول لبو انها لجأت للسحر وطورت من نفسها لحد ما بقت ساحرة عظيمة جدا. وبتغير كاميليان شكلها على شكل تاي لونج وبتخوف بو، وبترجع تاني لشكلها طبيعي وبتفهمه انها هتستخدم عصاية الحكمة علشان تفتح بيها بوابة لعالم الارواح، وانها كمان هتستدعي تاي لونج وهتسحب منه مهاراته القتالية هو وكل المعلمين والاشرار، وده علشان محدش يقدر يتصدى لها. فبيتعصب بو جدا وبيحاول انه يدمر القفص ولكن للاسف ما بيقدرش. وساعتها بتفهمه كاميليان ان القفص ده محمي بتعويذة سحرية مستحيل حد يقدر يدمرها. فبتيجي فكرة لبو وبيبدأ انه يضرب في الارض لحد ما بيدمرها، وبيقع وقتها في مكان غريب جدا وبيبدأ الحراس يهاجموه، ولكن بو بيقدر يتصدى لهم وبيضربهم واحد ورا تاني وبيجري بسرعة وبيخرج من المكان وبيقفل الباب على آخر لحظة. في الوقت ده بيجي اتنين من الحراس وبينقضوا عليه، فبيجري بو على الباب بسرعة وبيلف في الهواء وبيهاجم الحراس اللي بيغطوا بعض وبيقعوا من على الجسر. وفجأة بتيجي جين ومعاها عصاية الحكمة وبتعتذر لبو عن اللي حصل، وبمجرد ما بيقرب منها بتيجي جين الحقيقية، وساعتها بيكتشف بو ان كاميليان نسخت قدراته. وفجأة بتظهر كاميليان على حقيقتها وتضرب بو بتوقعه من على الجسر. وفي الوقت ده بتظهر جين وهي متضايقة جدا من اللي حصل، وبتفكرها كاميليان بالقاعدة الأولى للشارع وهي انها ما تثقش في أي حد، وبتطلب منها انها تيجي وراها علشان يفتحوا بوابة لعالم الأرواح. وفي الناحية التانية بنشوف بو وهو متعلق في جذع شجرة واللي بيكون على وشك انه يقع من على الجبل، ولسوء الحظ بيشوفوا واحد من الحراس وبينقض عليه. ده بيخلي الجذع يتحرك من مكانه وبيكون بو خلاص هيقع من على الجبل، ولكن فجأة بيوصل بينج وبيهاجم الحراس وبيوقعهم من على الجبل، وساعتها بيوصل ليه وبينقذهم على آخر لحظة وبيطلعوا كلهم تاني على الجسر. وهناك بيشكرهم بو لأنهم أنقذوا حياته. بيحزن بو جدا لأنه ما سمعش كلام المعلم شيفو، بيقول لهم إنه لو كان فضل في الوادي ما كانش كل ده حصل، وبيكون ندمان جدا لأنه وثق في جين. فبيواسيه بينج وبيقول له إن أي حد ممكن يخطأ لكن المهم إنك تتعلم من أخطائك، وأثناء
وأثناء ما هما بيتكلموا بيتفاجئوا لما بيشوفوا الحراس وهم شايلين عدد كبير من الأقفاص وطالعين بيها على سلم القصر. وفي الوقت ده بنشوف كاميليان اللي بتلاحظ إن جين حزينة جدا. بتقول كاميليان لجين إنها هي وبو عمرهم ما هيكونوا أصدقاء، وكمان بتفهمها إنها لازم تستغل كل اللي حواليها علشان تقدر توصل للي هي عاوزاه. فبتستغرب جين من كلام كاميليان وتسألها إذا كانت بتستغلها هي كمان علشان مصلحتها. فبتقول لها كاميليان إنها تبنتها لأنها كانت ذكية وجشعة وعديمة الرحمة زيها، وبتفهمها إنها مجرد ما هتفقد الصفات دي مش هتبقى محتاجة لها وهتتخلص منها. وبعدها بنشوف كاميليان وهي بتستخدم عصاية الحكمة وبتخرج منها ضوء شديد جدا وبتفتح بوابة لعالم الأرواح. بتروح كاميليان تستدعي تاي لونج، واللي بمجرد ما بيخرج من البوابة بيستغرب لما بيشوف عصاية الحكمة موجودة مع كاميليان، وبيقول لها إن بو ممكن يكون شخص غبي ولكن عمره ما هيكون خاين ويسلم عصاية الحكمة لواحدة زيها. وفجأة بتتحرك جدران القصر وبيظهر عدد كبير جدا من الأقفاص، فبيستغرب تايلونج أكتر من اللي هو شايفه وبيسأل كاميليان عن السبب اللي خلاها تستدعيه. فبتفهمه كاميليان إنها استدعته علشان يعلمها أفضل وأقوى حركات الكونغ فو. فبيرفض تايلونج إنه يعلمها أي حاجة، وقبل ما بيمشي بتخفي كاميليان البوابة وبتخلي أتباعها ينقضوا عليه. فبيبدأ تايلونج إنه يصد هجماتها وبيضرب واحد ورا تاني باستخدام مهاراته في الكونغ فو، واللي ما بيكونش في حد من الحراس قادر إن هو يلمسه. ولما بيجي الدور على آخر واحد بيتحول فجأة لكاميليانا، واللي بتستخدم قدرتها السحرية وبتسحب مهارات تايلونج بالكامل. فبيقع تايلونج على الأرض، وبمجرد ما بيقوم بيتفاجئ إنها بتضربه بمهاراته القوية جدا اللي سحبتها منه وبترميه في القفص، وترجع كاميليانا لشكلها طبيعي من تاني. عرف تايلونج إنها سحبت كل قوته، إن دي مجرد البداية بس مش أكتر. وبتفتح كاميليان بوابة تاني وتستدعي الجنرال كاي، وفي الوقت ده بيكون جين مصدومة جدا من اللي هي بتعمله. ولما جين بتشوف نواة الخوخ بتفتكر كلام بو وبتهرب من المكان وهي حزينة جدا. ومن ناحية تانية بيحاول بينج هو وليه إنهم يوقفوا بو علشان ما يروحش يقتل كاميليان، ولكن بو بيرفض الاستسلام وبيقول لهم إنه مش هيسمح لأي حد يتأذي بسببه. بيسيبهم وبيمشي، وأثناء هروب جين من المكان بتقابل بو وتفرح جدا إنه لسه عايش وبتعتذر له لأنها خانته، وبتوعده إنها مش هتساعد كاميليان تاني. ولكن بو ما بيصدقهاش وبيكمل طريقه، وساعتها تفضل جين تترجاه إن هو ما يعملش كده، وبتبدأ تهاجمه وبتقول له إنها بتعمل كده علشان تحميه من كاميليان. فبيقول لها بو إنه وثق فيها وإن هي اللي غدرت بيه، وبيسيبها وبيمشي. فتفضل جين تجري وراه وبتفضل ترجاه إنه يسيبها تعمل أي حاجة صح لمرة واحدة في حياتها. فبيتأثر بو بكلام جين وبيواسيها وبيفهمها إنه لازم يوقف كاميليانا مهما حصل، وبيطلب منها هي وبينج وليه إنهم يبعدوا عن المكان، وبيسيبهم وبيمشي. وفي الوقت ده بتيجي لجين فكرة وبتروح هي وبينج وليه لمخبأ مجرمين المدينة، وهناك بتبدأ تفهمهم إن بو في مشكلة كبيرة وإنهم لازم يساعدوه علشان يقدروا يتخلصوا من كاميليان، ووقتها مش هيضطروا إنهم يدفعوا ضرائب كتير. وبتفهمهم إنهم لو هزموا كاميليان هيقدروا يسرقوا من المدينة أي حاجة هم عاوزينها. فبيقرروا إنهم يساعدوها. وبعدها بنشوف كاميليان اللي بتستدعي اللورد شين وبتسحب قوته هو كمان، وبتفضل تسحب قوة كل واحد بتستدعيه وتحبسهم في الأقفاص زي تاي لونج بالظبط. وفي الوقت ده بيتسلل بول المكان من غير ما أي حد يحس بيه، ولما بيجي يقرب من الأقفاص بيتفاجئ لما بيشوف الجنرال كاي وكمان اللورد شين. بيفضلوا الأشرار كلهم يلوموا بو وبيقولوا له لو كان حافظ على عصاية الحكمة ما كانتش كاميليانا هتقدر تسحب قوتهم. وساعتها بيظهر تاي لونج وبيقول له إن المعلم إجويه غلط لما اختاروا إنه يكون هو تنين المقاتل. فبيعتذر له بو وبيوعده إنه هيرجع له قوته ومهاراته من تاني وهيوصله لعالم الأرواح. لكن تاي لونج ما بيكونش مصدقه. وبعدها الحراس بيتفاجئوا لما بيشوفوا ليه جاي عليهم، وبتبدأ معركة كبيرة بين الحراس ومجرمين المدينة. وفي الوقت ده بيروح بو لكاميليان وبيطلب منها إنها تديله عصاية الحكمة بتاعته. فبتقفل كاميليان البوابة وبتديله العصاية وبتقول إنها خلاص ما بقتش محتاجة لها. تعرفوا إنها سحبت كل مهارات الكونغ فو من كل اللي موجودين في عالم الأرواح، وإنها كده هتقدر تدمر وادي السلام وكمان هتسيطر على العالم. وبمجرد ما بيقرب منها بتتحول كاميليان للورد شين وبتهاجمه وبتضرب فيه. بينقض عليها بو وبيهاجمها، وبتفضل كاميليان تتحول لشخص ورا تاني وبتهاجم بو بكل شراسة. وبتتحول كاميليان كمان لتاي لونج وبتهاجم بو من تاني وبتطير لبعيد، ولكن بو بيرجع لها من تاني وبيقاتلها بكل مهارة. وبيفضل تاي لونج يتفرج عليهم من بعيد وهو متحمس جدا وما بيكونش عارف يشجع مين فيهم. قبل ما كاميليان تنقض على بو بتدخل جين وبتشتتها وبتوقع عليها قفص ضخم جدا. تتحول كاميليان لفيل وتمسك جين، وقبل ما كاميليان تقضي عليها بيتدخل بو وبيساعدها، وفعلا بتهرب جين منها على اخر لحظه. فبتتعصب كاميليان اكتر وبتبدا تغير شكلها وبتتحول لكائن عملاق
عملاق شكله غريب جدا ومخيف، وبتنقض كاميليان على بو وجين اللي بيجروا بسرعة حاولوا إنهم يتفادوا هجماتها، ولكن فجأة بتوصل لهم كاميليانا وتاخد جين وبيطير بيها، فبينطلق بو وراها بسرعة جدا لحد ما بيوصل لها وبيستخدم عصاية الحكمة وبيتحكم فيها وبينزلها من تاني للقصر، وهناك بتفضل كاميليانا تدمر في كل المكان. ولما جين بتفوق بتجري بسرعة وبتروح تطمن على بو، لكن فجأة بتنقض كاميليانا على بو اللي بيتحرك هو كمان وبينقض عليها، والمكان كله بيتهز من شدة الاصطدام. وبعد معركة طويلة جدا بتخرج كاميليانا النار من بقها وبتسيح القفص وبترميه على بو. تفضل كاميليانا تسيح اقفاص اكتر وترميها على بو وبتكون قفص حواليه وبتحبسه، فبيفضل يضرب بو في الاقفاص علشان يحرر نفسه، ولكن للاسف ما بيقدرش يدمرها. وساعتها بتيجي جين وبتحاول تساعده، ولكن بو بيطلب منها انها تقاتل كاميليان وبيأكد لها انها تقدر تهزمها لانها هي النواة الجديدة، وبيديها بو عصاية الحكمة وبيقول لها انه واثق فيها. وفعلا بتبدأ معركة كبيرة بين جين وبين كاميليان، وللاسف بتكون كاميليان هي اللي متفوقة في القتال وبتقول لجين انها مستحيل تهزمها، فبتتضايق جين جدا وبتستخدم عصاية الحكمة وبتعمل الحركات اللي بو علمها لها، وفعلا بتنور العصاية وبتكون تنين وبتهاجم بيه كاميليان تخبطها في الجدار وبتفقدها الوعي. وفي الوقت ده بيجي بانج ولي ومعاهم كل المجرمين واللي بيفرحوا جدا لما بيشوفوا اللي حصل. ساعتها بتتفاجئ جين لما بتلاقي بو موجود جنبها وبتفهم انه كان قادر يخرج من القفص في اي وقت، وبيفهمها بو انه كان لازم يعمل كده علشان يديها فرصتها ويخليها تثق في قدراتها. وفجأة بتفوق كاميليانا وبتهاجمهم هما الاتنين من تاني، فبينقض عليها بو وبيضربها بعصاية الحكمة ضربة قوية جدا فبيقضي عليها، وبعدها بيستخدم بو عصاية الحكمة وبيخرج منها كل القوة اللي سحبتها وبيرجعها لأصحابها من تاني. وبيتحرروا كل المعلمين والأشرار من الأقفاص وبيقربوا من بو، وبيقرب تايلونج هو كمان من بو وبيقول له إن المعلم أوجوي كان عنده حق لما اختاره، وبيعتذر له عن الكلام اللي قاله قبل كده وبينحني ليه هو وكل الموجودين. فبيشكرهم بو بيستخدم عصاية الحكمة وبيفتح لهم بوابة لعالم الأرواح من تاني، فبيبدأوا المعلمين والأشرار يدخلوا من البوابة دي واحد ورا تاني، وبعدها بيدخل تايلونج هو كمان وبياخد كاميليانا معاه وبتختفي البوابة بعد كده، وبيكون بو نجح في مهمته. وبعد فترة بيرجع بو للقصر وبياخد جين معاه، وهناك بيقابل المعلم شيفو اللي بيتفاجئ انه اختار جين علشان تكون خليفة ليه، وبالرغم من ان المعلم شيفو ما بيكونش مقتنع الا انه بيوافق في الاخر. ولما بيلاحظ ان جين خايفة ومتوترة فبيقول لها انه احيانا اعظم الاشياء بتيجي من اشخاص غير متوقعين، فبتتحمس جين جدا وتبدأ تتدرب مع المحاربين الخمسة. واخيرا بيقدر بو انه يختار تنين مقاتل جديد وهو بيكون الزعيم الروحي بعد ما قدر انه ينقذ اهله وقريته من الخطر. وبكده تكون خلصت حكاية فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لقناتنا حكايات انمي. وسلام.